سلايس اوف لايف رانت 25. ما تنقيش الورك اوت بلان بتاعك ونظام تمارينك بيزد على هي اخر الابحاث والدراسات توصلت لايه، وهقول لك ليه بقولها بطريقه تهكميه وهعمل فيديو مخصوص على الموضوع ده، ولا على اصل انا في انفلونسر او بادي بيلدر بحبه دي طريقه تمرينه فهعملها، او ان ده دلوقتي ده اللي الكل بيعمله دي الموضه. زي ما عدى علينا موضه لا ده الفول بادي احسن، لا ده موضه الابر لور، لا ده موضه البوش بول ليجز، لا ده برو سبليت، هو ده روتين الابطال اللي البادي بيلدر زمان ماشيين عليه. فهنا تتوصل ان هي مفيش حاجه تنفع للناس كلها، والموضوع لازم تقيسه على انت طبيعه جسمك وجيناتك، الريكفري بتاعك، اللايف ستايل بتاعك اصلا، ووقتك الفاضي اللي يخليك تروح الجيم ازاي، ولو بقى هنتكلم كمان نوتريشن وسبلمنتس البادجت بتاعك. دي الحاجات اللي انت تقيس عليها. لكن حته ان انت تيجي تقول اصل مثلا بوش بول ليجز احسن عشان بتلعب العضله اكتر من مره في الاسبوع، في الاول وفي الاخر ده فوليوم وعدد. فلو انت يوم التشست في برو سبليت هتلعب 5 تمارين، كل واحده هتلعبها 3 سيتس، فانت كده لعبت كام؟ 15 ست. لو لعبت يومين بوش ولعبت مثلا هنا 3 ولعبت هنا 3، هتلاقي نفسك انت اقل كمان بس بتقرب لنفس الفوليوم، فهي نفس التقسيمه. طيب هنا معناها ان انهي احسن؟ ما هو ده فكره الفيديو اصلا، انا مش عامله عشان اقول لك انهي احسن، ولا في حاجه اسمها انهي احسن. هو هنا انهي احسن لمين؟ لشخص الريكفر بتاعه بطيء ولا الريكفري بتاعه عالي؟ طيب لشخص بيزهق وملول، ولا لشخص لا ما عندوش مشكله ان انا انزل يوم افضل العب 5 تمارين تشست ورا بعض؟ لشخص وقته وشغلانته تسمح له يروح الجيم 3 مرات ولا 4 ولا 5 ولا 6؟ لشخص نازل كومبيتيشن بينافس ولا لا؟ لشخص طبيعي ولا بياخد ستيرويدز؟ هي دي الاسئله المهمه، مش البودي بيلدرز دلوقتي بيلعبوا ايه، مش الانفلونسر اللي انا عامل له فولو بحبه ده بقاله سنه ماشي على النظام ده وجسمه ضرب، مش على اخر دراسات اثبتت ايه. صدقني بعدها ب3 ايام نفس الدراسه اللي قالت كذا، طب ما هم بعد ما عملوا الموضوع بتاع بوش بول ليجز والدراسات قالت مرتين في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، مره واحده مش كفايه، مره واحده بتفضل العضله 6 ايام في حاله خمول، وده طبعا كلام فاضي، لا فيه خمول ولا فيه الكلام ده. هم نفسهم رجعوا قال لك ايه؟ لا هو في الاول وفي الاخر فوليوم على مدار الاسبوع انت قسمته ازاي. فهو اي دراسه بيجوا بعد كده يلغوها. وفكره ان اصل انت اما تلعبها مرتين بيفضل البامب فيها موجود طول الاسبوع، يا جماعه ده مفيش حاجه اسمها كده. فكره البامب موجود فاشرب واي بروتيني، بروتين يروح له. فكره اصل انا لو بلعب حاجه ابر لعبت لور الدم راح ونزل، كل ده كلام فاضي. ظبطها بناء على جسمك ووقتك انت.